الهروب من التجنيد والتخلف عن التجنيد ايه الفرق بينهم؟ وايه العقوبة المقررة لكده؟ طيب قبل ما نتكلم في الموضوع خلينا متفقين ان التخلف عن التجنيد او الهروب من التجنيد الاتنين بيتفقوا في ان هم بيعتبروا نقولا عن الواجب الوطني وعن حماية ارض الوطن وشعبه، لكن يختلف الحكم في الامرين. التخلف عن التجنيد هو عدم التقدم للتجنيد في السن القانوني، او ان الشخص يكون اتقدم للتجنيد فعلا بس ما استكملش اجراءات تجنيده، بمعنى ما استلمش الزي الميري وما التحقش بسلاح معين. طيب ايه هي عقوبة التخلف عن التجنيد؟ العقوبة بتكون الحبس او الغرامة، وغالبا بتكون الغرامة، والغرامة بتتراوح قيمتها بين 3000 جنيه و 10000 جنيه حسب العذر اللي بيقدمه المتخلف عن التجنيد. والسن القانوني للتخلف عن التجنيد بيبدأ من بلوغ المتخلف عن التجنيد سن 30 سنة ويوم واحد. أما بقى الهروب من التجنيد هو إن يكون المجند استلم الزي الميري وعرف إيه هو السلاح اللي هو ملتحق بيه، وبعد ما يعرف الكلام ده يهرب من التجنيد. وعقوبة الهروب من التجنيد هي الحبس أو الغرامة. طيب لو تم القبض على الهارب من التجنيد فهنا بيتم حبسه وبيستكمل فترة تجنيده. أما لو سلم نفسه في السن القانوني لكده فبيتم الحكم بالغرامة. طيب إيه هو السن القانوني للسير في إجراءات الهروب من التجنيد؟ لو الهروب من التجنيد تم قبل 4/1/2004 فالسن القانوني هنا 30 سنة ويوم واحد. أما بعد التاريخ ده فالسن القانوني 36 سنة. العقوبة بقى بتنقضي ببلوغ المتخلف عن التجنيد سن 45 سنة ويوم واحد. بعد بلوغ السن ده لا بيتحكم لا بغرامة ولا بحبس.